أولا النائبة على النهضة، هل أنا أنوب فقط من ينتمون إلى النهضة؟ اللي يصوتون يبارك الله فيهم وأنا معتزة بهم قطعا، هم يعني من أنصار النهضة وأعضاء النهضة، وهم يعرفوني وكانوا معايا، كان معايا الكاتب المحلي بتاعنا وتقريبا 5 من أعضاء المكاتب المحلية والفرعية كانوا معايا في الزيارة هذه كلها. ولكن أنا رو بعد الانتخاب وبعد كيبدا العام يخدم في المجلس راهو نائب الناس الكل. أنا كيما النوب اللي يخدم في معناتها المؤسسة دي التعاضدية كيما النوب اللي يخدم في أي مؤسسة واحدة أخرى. إذا من واجبي مش من حقي، من واجبي إنه نكون على اطلاع على كل شيء فقط. ثم المسألة ليست أن نعمل خمول، إنما هي وزارة التعاضدية بكلها. ثم أنا أيضا نظن ما شاء الله في عمري نعرف شنو نعمل وشنو ما نعملش، فأنا فقط قمت بواجبي كنائبة لأطلع على كل المؤسسات الاقتصادية، وهذه مؤسسة تخدم تحت وزارة الفلاحة. أما لو كان الإنسان جا وزير من الوزراء المهتم بالشأن الفلاحي أو الشأن الاقتصادي أو التجارة ثم أشياء ما يزورهاش. أنا حسيت اللي ربما في الضجة هذه أولا كأنهم يحبوا يقصرونا من جانب معناتها من إدارة الشأن العام، لا ما تدخلونوش خاطر أنتم نهضة. لا، إحنا نواب كما النواب الكل. والخوف كما نقول أنا ديما وكما تربيت، الخوف من ربي راهو، ومراعاة السلوك أمام الله، مش الخوف من العباد ولا من الكاميرات. حتى وإن كان اللي اقتنص مشهد وأنا في البهو متاع هذا المصنع وبعد فسروا كما حب حاجه برك ان شاء الله يكون استفاد بين على ذاك اللي انا نفيد في عملي كنائبه حاضره في كل البلاصه، ونفيد حتى اللي حب يشوهني فيستفيد مني ماديا. اسمع، راهو اللي ما يعرفش من تقصد رومبالي ما يعرفش شنية اهميه بيعات وتعاضديات الكروم فيها. فكيفاش يصير فيها مهرجان نتاع عنب واحنا قعدنا له احنا احييناه وقعدنا له معناتها الرونق نتاعو وان شاء الله العام الجاي يكون احسن، من غير ما تكون عندنا اي نائب واي انسان كما قلت لك يهتم بالشأن العام، سواء كان معتمد، سواء كان والي، سواء كان سياسي، سواء كان نائب، وما يكونش عنده اتصالات بهذه المنشآت.